في ناس بتستخدم شاي التخسيس او شاي الرجيم على امل ان هم يخسوا او ان هو يساعدهم في فقدان الوزن، غير مدركين لمدى الخطوره اللي ممكن يعرضوا نفسهم ليها باستخدام حاجات زي شاي الرجيم او شاي التخسيس. هل فعلا شاي التخسيس او شاي الرجيم ممكن يساعدك في فقدان الوزن؟ طب هتتصدم لو قلت لك ان استخدامك لشاي الرجيم ممكن يخليك تزيد في الوزن ما تخسش؟ وهل الفوائد اللي انت ممكن تحصل عليها منه تستاهل الاضرار اللي هتعود عليك؟ وما هو البديل الامن والفعال؟ ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الحلقه دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاي الرجيم أو شاي التخسيس هيختلف على حسب الدولة اللي أنت فيها، هيختلف الاسم أو المكونات الفعالة. يعني هنا في مصر فأشهر حاجة عندنا هو شاي رويال أو شاي الرجيم، وعلشان نحكم على شاي زي شاي الرجيم أو شاي التخسيس فلازم نعرف إيه هي مكوناته الفعالة. طيب إيه هي مكونات شاي الرجيم اللي موجود في مصر تحت اسم الرويال رجيم؟ هنلاقي إن شاي الرجيم بيتكون من 3 مكونات أساسية. أول مادة منهم بتمثل حوالي 20% من المكونات، حاجه اسمها الكاشيا انجوستوفوليا. الماده دي ليها قدره عاليه جدا ان هي تشتغل كملين عن طريق انها بتزود حركه الامعاء، وكمان بتزود امتصاص الفضلات الزائده للماء من الجسم وبتسهل من خروجها. ولكن مع استخدام المتواصل للماده دي اكتر من 10 ايام هيعمل لك مشاكل كبيره جدا. رقم واحد ان هو مع الوقت هيخليك تفقد قدرتك الطبيعيه على عمليه الاخراج، وهتتعود على حاجه زي كده عشان تتم عمليه الاخراج بسهوله. المصيبه ان بعد كده مع الوقت حاجه زي الكاشيا انجوستوفوليا مش هتبقى فعاله ان هي تساعدك في موضوع الاخراج، وهتوصل بيك للامساك المزمن. تاني مكون من مكوناته بيمثل حوالي 50% من المكونات، وهو بذور او ثمار الشمر. في اشاعات وفي كلام بيتقال ان الثمر له قدره على المساعده في فقدان الوزن عن طريق ان هو بيسد الشهيه او عن طريق ان هو بيساعد في حرق الدهون، ولكن في دراسه اتعملت على الشمر سنه 2014 واثبتت ان هو ملوش اي دور في حرق الدهون او ان هو يسد الشهيه. كل دورها ان هي بس حاجه مضره للبول، وبتزود خروج الماء من الجسم عن طريق البول، وبتقلل كميه الميه في الجسم. فانت دلوقتي لما تيجي تستخدم شاي رجيم وتلاقي نفسك على الميزان خسيت 2 3 كيلو تفرح قوي، فما تفرحش، كل ده مجرد 3 كيلو ميه. المكون الثالث اللي هو خلاصه الهندباء البريه، اللي هو بالعربي كده اللي هو حاجه اسمها السريس، وده ملوش اي دور خالص في التخسيس او فقدان الوزن من اي ناحيه. ازاي بقى شاي الرجيم هيتسبب في زياده وزنك؟ وايه هي اضرار شاي الرجيم مع الاستخدام المفرط؟ اول حاجه زي ما قلنا ان هو هيسبب لك امساك مزمن صعب علاجه. رقم 2 وهي سوء التغذيه، الحاجه اللي ممكن تؤدي بيك بعد كده ان انت تتخن. وده ازاي؟ احنا قلنا ان انت دلوقتي جسمك بيفقد كميات ميه كبيره، كميات الميه الكبيره دي هتسبب لك جفاف. الجفاف ده هيأثر على وظائف الجسم الحيويه وعلى امتصاص الجسم للاملاح المعدنيه من الاكل، وبالتالي الاكل يفقد قيمته الغذائيه، وده مع الوقت هيأثر زي ما قلنا على وظائف الجسم الحيويه وهيخليك تحس بالجوع. تحس بالجوع معناها ان انت هتاكل اكتر معناها ان انت هتزيد، ويبقى انت كده بدل ما هتخس بشاي رجيم انت زدت في الوزن بسبب شاي رجيم. الى جانب الجفاف اللي ممكن يحصل لك، وزي ما قلنا الامساك اللي ممكن يحصل لك، واهم شيء واخطر شيء حاجه اسمها الالكترولايت امبالانس. يعني هيبقى في عدم توازن في بعض العناصر المهمه جدا في الجسم، وهي البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والكلورايد والبيكربونات والفوسفور، والحاجات دي مهمه جدا جدا في تنظيم وظائف الجسم الحيويه. واي حد عنده مشكله في الحاجات دي ممكن يعرض نفسه لمشكله حقيقيه قد تصل الى الوفاه. واي اختلال في العناصر دي هيؤدي الى كتير جدا من الاختلالات داخل الجسم، زي اختلال في توازن الميه في الجسم، اختلال في الرقم الهيدروجيني، اختلال في نقل العناصر الغذائيه للخلايا وبالتالي هيأثر على قدره الجسم، اختلال في تنظيم وظائف الاعصاب والعضلات. ده غير ان وجود الانواع دي مع بعضها ممكن يعمل مشكله، الى جانب ان في بعض المواد الفعاله اللي موجوده اللي مش بيكتبوها او بيذكروها. ده غير انها ممكن تتعارض مع بعض الادويه لو انت راجل مريض ضغط او سكر وبتاخد بعض الادويه. طب ايه هو البديل المناسب والافضل لشاي الرجيم؟ هو المشروبات اللي قلنا عليها قبل كده في اكتر من حلقه: القهوه الخضراء، القهوه العاديه، الشاي الاخضر، حتى الشاي العادي. فيبقى في النهايه لا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. وده كان كل شيء عن شاي الرجيم او شاي التخسيس. على حسب اي دوله انت فيها وعلى حسب المكونات اللي فيه هتعرف اذا كان فعلا ليه لازمه ولا ملوش لازمه. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش لو في اي سؤال او اي استفسار فالتعليقات موجوده وانا موجود للرد عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.